وليه ما ينفعش احب اخوان وساويرس، سلفيين ومسيحيين، شيكابالا وابو تريكة، ولا حتى حسني مبارك والثورة؟ يا عم الاخوان دول ملهمش امان وعايزين يقلبوها امارة، تعبطوا ولا ياض؟ ده ساويرس عايز يقلع الحجاب، السلفيين بيقطعوا دقن، المسيحيين قلبوا الكنايس سجون، شيكابالا اصلا لعيب قليل الادب. يا عم ابو تريكة مين؟ ده عامل نفسه قديس على مين؟ طب ليه ما ينفعش تقول ان الاخوان هي المعارضة الوحيدة اللي كانت في زمن كل الناس بيحبوا النظام وتبعه؟ وليه ما يكونش ساويرس رجل اعمال وطني رفض ان هو يمشي في وقت ازمة البلد؟ وليه السلفيين ما يكونوش حراس العقيدة؟ والمسيحيين المصريين احسن مسيحيين في العالم، استوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة ورحمة. شيكابالا احسن لعيب مصري السنة دي، اما ابو تريكة فهو احسن لعيب مصري في التاريخ. هل ده يقلل اي حد فيهم؟ طب مين في مصلحته نفضل كده، نفضل على طول منقسمين؟ انا عارفك هتقولي اجندة قديمة. لا مش اجندة، قوة خارجية عايزة تبوظ البلد. لا مش قوة خارجية، مش لازم تبقى قوة خارجية. الاهلي عايز ياخد الدوري بس بقى السبب هو، والله ما بقيت فاكر، بس اكيد السبب كل الحاجات دي ما عدا طبعا موضوع الدوري، لان الدوري الاهلي حتى لو ما عادش ياخده. مين في مصلحته الفترة دي ان المصريين يفضلوا كارهين بعض، محدش فيهم مصدق التاني؟ انتخابات مجلس الشعب كمان 3 شهور، نواب مجلس الشعب يبدأوا حملاتهم من دلوقتي عشان نشوف كل واحد فيهم هيعمل ايه للبلد، نعرف سجل كل واحد وندور عليه، نعرف اذا كان هيفيد البلد دي ولا داخلها سفلقة وعايز يسرق. لو ما جبناش مجلس شعب صح هيرجع الدستور زي ما كان والرئيس زي ما كان، حتى احنا هنرجع زي ما كنا ونفس كل حاجة هتتكرر، ونضحك على نفسينا ونقول ان احنا عملنا ثورة مع اننا ما كملناهاش. يا عم مجلس الشعب ايه يا عم؟ بعدين ده كله هيبقى سلفيين واخوان، مين قال كده؟ انت في ايدك تنجح الاخوان او السلفيين لو عايز، وبعدين ماله السلفي او الاخوان دي؟ مش زيه زيك يا عم، دماغك دول بيتاجروا بالدين يا عم. مش كلهم على فكرة، اللي بيتاجر بالدين ارفضه. يا عم انت مش فاهمني، بقولك هيحكموا البلد، هيحكموا البلد. لو الشعب عايزهم يحكموا ما يحكموا، اما انك متضايق من خيارات الشعب فده شيء تاني خالص. بعدين انت ماسك في الاخوان والسلفيين وسايب نفسك من المصيبة الكبيرة. مصيبة كبيرة ايه؟ ها ايه؟ هي اللي عينك بس واعمل نفسك فاهم وانت مش فاهم حاجة. افتكر مين هيكسب في دايرة في بحري او الصعيد؟ هتقول لي انت يا عم مش انت فاهم كل حاجة يعني ولا ايه؟ اقول لك وما تزعلش، هو نفس اللي كسب الانتخابات اللي فاتت. يا عم انتخابات فاتت ايه؟ احنا عملنا ثورة ايه يا عم؟ نفس الراجل هيجي تاني؟ ها؟ ايه؟ طب ليه؟ لان ببساطة اللي بيكسب هو مرشح العيلة، هو اللي كسب الانتخابات اللي فاتت، وهو اللي كسب الانتخابات اللي قبليها، وهو اللي بيكسب الانتخابات، وهو اللي بيكسب انتخابات كل انتخابات من اول سعد زغلول وحزب الوفد، جمال عبد الناصر والحزب الاشتراكي، انور السادات وحزب الوسط، الحزب الوطني الديمقراطي. تفتكر شكله الجاي هيبقى شكله ايه؟ بده ولا من غير؟ ولا يمكن يكون قالع الحجاب؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، يعني الثوره هتضيع علينا؟ يا ناصر، طول ما انت بتفكر ان الاخوان خطر عليك وان السلفيين قطاع ودان وان ساويرس عايز يمشي البنات في الشارع من غير هدوم، فانت اكيد في الضياع، لانك مش فاهم ايه اللي المفروض تعمله. انت دلوقتي بتشغل دماغك بحاجات مش مهمة. شوف ايه المهم لبلدك واعمله. شكرا.